طب أنا طبعا كتبت كتاب عن حياتي بالسجن وعن 80 اللي أنا يعني أمضيتها وعشت أحداث 80. فهذا الكتاب رح أعطيك العنوان لحظة. شوف عزيزة جلود، جيت على تركيا شهر الثامن 2012. كان هذا السبب اللي كانوا أولادي مشتركين بالمظاهرات وأحد أبنائي ملاحق. فطبعا نحن مباشرة خفنا وكشفته يعني انكشف اسمه للمخابرات، فنحن خفنا لأن عندنا تجربة سابقة ب80 أخذوا من عائلتنا رهائن كتير وبقينا عشرات السنين. فمجرد يعني صارت هيك الحادثة لابني مباشرة خلال 24 ساعة قررنا إنه نحن لازم نطلع لتركيا، ما لازم يعيد الكرة يعني. فجينا طبعا تهريب لأني أنا كنت ممنوعة من السفر وما عندي جواز سفر، فجينا تهريب على تركيا. خفنا طبعا من الاعتقال. أول مرة اعتقلت الشهر السادس 1979 مشان زوجي، كان زوجي ضابط في الجيش وقام بعمليات ضد النظام وكان منضم لجماعة مروان حديد. طبعا اعتقلت أنا مشان ياخدوا بدهم معلومات عن زوجي وعن أصدقائه ورفاقه. طبعا كنت حامل بالشهر الثاني وكان عندي أولاد كمان ولدين. تعرضت طبعا للتعذيب أنا حامل لأني طبعا أنا ما كان عندي علم وين زوجي أو مين أصدقائه أو مين مع مين بيشتغل. تعرضت طبعا لتعذيب جسدي وتعذيب نفسي، بس ولكن بعد 3 شهور أخلوا سبيلي مع عدة نساء بوساطات يعني قطرية يعني من الدول العربية، بس ولكن أخلي سبيلي لأني يعني إقامة جبرية. بس ولكن قلت مرة تانية بعد لأني رحت يعني لعند زوجي، التحقت مع زوجي، اعتقلت مرة تانية 1980 اعتقلت مرة تانية وبقيت 11 سنة بالسجن بدون تهمة بدون محاكمة بدون أي شيء. 11 سنة مجرد اعتقال، يعني هذا أسوأ شيء إنه أنت تحجز حرية إنسان من أجل مصالح لك، مجرد فقط الاعتقال. طبعا يعني ما في امرأة أو رجل بيدخلوا السجون المخابرات بسوريا إلا بيتعرض لكافة أنواع التعذيب، انضرب، صعق بالكهرباء، ضرب بعدة أدوات. طبعا أنا تعرضت وكنت حامل، تعرضت للضرب الدولاب وتعرضت لصعق كهربائي إضافة للتعذيب النفسي. طبعا في نساء مورس عليها الاعتداء الجنسي، الحمد لله أنا يعني رب العالمين يعني نجاني وحماني من هذا الشيء، ما تعرضت لهذا الشيء. بس ولكن بعد التحقيق كنا ب80 يعني يمكن بحسب السجن كنا بحلب، بعد التحقيق يعني ما في تعذيب جسدي للمرأة، بس ولكن ظروف الاعتقال كانت سيئة جدا جدا. ظروف الأماكن اللي كنا نحن موجودين فيها يعني ما هي ظروف مثلا سجون مدنية، لا أبدا، سجون محرومين من كل شيء. طبعا هي بالثورة كان أكبر المتضررين هي المرأة والأطفال، لأن المرأة إما زوجة معتقل وإما زوجة شهيد أو زوجة لاجئ، فهي كانت متضرر الأكبر، حتى يعني اضطرت لتعمل يعني أعمال غير لائقة فيها يعني، أو صعب تترك أولادها وتشتغل أو تجلس أو تعيش بدور أيتام أو يعني تجلس بمخيمات. فكان الضغط الأكبر على المرأة وبعد الأطفال. طبعا يعني أنا كتير سعيدة بكرة أنه رح يكون في يعني قافلة ومشتركين فيها نساء من كل أنحاء العالم، لأن ليوصلوا صوتهم لكل العالم ويشوفوا كيف المرأة السورية مظلومة، كيف المرأة كان بالمعتقل أو بالمخيمات أو بالشتات، حتى المرأة داخل سوريا والمناطق يعني المسيطر عليها هذا النظام، كمان المرأة مهددة وخائفة، يعني خايفة أولادها بياخدون عساكر مجبرين، خايفة على نفسها من اعتقال من أي كلمة، خايفة على نفسها من أي تقرير. فالمرأة أكبر هدف وأكبر متضرر
يعني بسوريا. ولذلك أنا سعيدة أنه في نساء من كان من تركيا ومن كان من كل أنحاء العالم شعروا فينا وشعروا بالمرأة السورية، ورح يطلعوا متضامنين معها ويوصلوا صوتها لكل أنحاء العالم. هي فرصة كتير منيحة وجيدة لحتى نقول له للنساء، كل النساء اللي بيعيشوا مأساة، أنه نحن معكم ونحن ما نسيناكم، وخاصة النساء بالمعتقل. وبتسمع ناس عم بتطالب فيك، عم بتحكي عنك، ما بتتخيل السعادة اللي بيعيشوها لو ما بدهم يطلعوا، بس بيقولوا في ناس يعني عم بتفكر فينا ما نسيونا. فإن شاء الله هذا الصوت بيصل لكل أنحاء العالم، وبنحسن نكون نستطيع حدا يفرج عن المعتقلات، ونوقف مع نساء سوريا طبعا بالتعاون، يوقف هذا القصف، توقف هاي المأساة اللي عم نعيشها. طبعا الكتاب كتبته بتركيا. أول ما وصلت تركيا كتبت معاناة السجن وكيف، بس ولكن كانت في كتير أسئلة كتيرة، ليش أنا كنت بالسجن، وشو كان زوجي، وشو كان ثورة ال80. تكلمت فيها عن كل الأحداث اللي عشتها بال80، لأني في كتير من الأجيال الحالية ما بتعرف شو صار بفترة ال80 وثورة ال80 وأيام مجزرة حما. الناس تعرف فقط مجزرة حما. فأنا حاولت أسطر المذكرات الفترة الماضية، ونفس الشيء مذكراتي في السجن. لمع نداني، عمري 52 سنة، جيت بتركيا بالشهر السابع 2014. سبب مجيئي لتركيا انه انا محاميه، تلاحقت من قبل المخابرات، جيت طالع جواز سفر، قالوا انه لازم تراجعي فرع الامن، فاضطررت انه جيت انا عن طريق تركيا بشكل تهريب، لانه اشتركت انا بالمظاهرات السلميه اللي كانت تجري بالقصر العدلي بحلب. اعتقلت في 24/2/1981، طلعت ب1/1/1990. دامت فترة اعتقالي 9 سنوات. تعرضت فيها لمحكمة ميدانية، حكم علي 4 سنين، ومدد حكمي 5 سنوات لضرورات أمنية. فترة اعتقالي أنا من مدينة حلب. فترة اعتقالي كلها كانت معظمها في أقبية المخابرات السورية في دمشق. السنوات الأولى 4 سنوات ونصف كان في فرع المخابرات العسكرية في كفر سوسة. طبعا نحن تعرضت للتعذيب، بس كان العذاب النفسي بالنسبة لنا أكبر، وكان ظروف السجن أكثر شيء هلا يعني بيحضرني. ظروف السجن كانت سيئة جدا. كنساء نحن كنا 4 سنوات ونصف بننام على مسافة 20 سنتيمتر، يعني لا نقدر أن نتحرك أكثر منها. كنا في غرفة واحدة صغيرة جدا، وكان في صوت شراء كبير لا يتوقف 4 سنوات، لا يتوقف لا ليلا ولا نهارا. كنا نسمع 4 سنوات أصوات التعذيب بشكل ليلي ونهاري، أصوات تعذيب الشباب. انتشر القمل وانتشر الجرب في هذه الفترة. كنساء نحن كانت يعني ما يقدموا لنا الأمور الأساسية اللي بتخص النساء. اضطررنا كل النساء في هذيك الفترة اضطروا انه يمزقوا يعني شيء من ثيابهم من اجل احتياجاتهم. طالبنا عدة مرات بهذا الامر فما كان يلبونا. ما كان يوجد اي تنفس. كنا في هذه الغرفة بقينا 4 سنوات ونصف. اضطررنا خلالها للاضراب عن الطعام 6 ايام، حتى اضطروا بعد ذلك بتصميمنا نحن بهذا الاضراب عن الطعام نقلونا لسجن قطنة. في سجن قطنة يعني رأسا مباشرة قالوا لنا الأحكام. كان أنا حكمي أقل شيء كوني كنت حدث، اعتقلت كان عمري 15 سنة. بقية النساء كانت أحكامهم 10 سنوات و20 سنة. لكن وقت اللي سمعوا الأحكام انزعجوا، بس كانت الفترة بقطنة نوعا ما أفضل من فترة السجن في أقبية المخابرات. كان أهالينا يزورونا بشكل متقطع وبعيد جدا، لا يسمحوا بالزيارة. بعدها انتقلنا إلى سجن دوما. بسجن دوما كان نوعا ما السجن أفضل من سجن قطنة. التجربة كانت يعني ملخص ال9 سنوات كتجربتي بالسجن. يعني هلا عم تحضرني بنعاد قدامي المشهد كله. كانت تجربة قاسية بكل معانيها الإنسانية والروحية والمعنوية، وخاصة أنه نحن كنا نتألم، يعني نتألم نحن جواتنا، بس نتألم لأمامنا يعني غيرنا. في بعض فتيات لم يستطيعوا احتمال السجن. في عنا كانت
فتاة اعتقلوها سنة طالبة سنة ثالثة طب بشري، أصيبت بهزة نفسية وعقلية، ويعني ما قدرنا نداويها. كانت كتير نوع من انفصام الشخصية كان نتيجة التعذيب اللي تعرضت له يعني، وكان في اعتداءات طبعا. هي تجربتي بشكل، بس نحن كلياتنا، بس بحب أقول كلمة يعني بالأخير، نحن كان عددنا تقريبا 30 وحدة من التيار الإسلامي و30 وحدة من التيارات الأخرى في هذيك الفترة المعتقلات، بس طلعنا بعد هالسنوات الطويلة استطعنا أن نزيل كل عذابات السجن ونحقق كل الأشياء ونترك بصمة بالمجتمع. الشيء اللي صار معنا، المرأة السورية أكثر وحدة ضررت بالثورة، وأنا بعتبر أكثر وحدة هي قاومت وكانت قوية كتير كتير. أول شيء المرأة فقدت المعيل، يعني أكثر النساء السوريات فقدوا المعيل اللي هو الزوج. فنحن بمجتمعنا السوري دائما المرأة ارتكازها وسندها هو زوجها، ففقدت الزوج، ففقدانها للزوج جعل أنه تكون لاجئة، جعل أنه تتشرد، جعل أنه تهتز، ما تقدر تعرف شلون بدها تتعايش مع واقع الجديد. يعني انفرض عليها واقع المرأة السورية ما متعودة عليه، انه تكون من غير زوج. والمرأة السورية كمان فقدت الاب، كمان الاب احيانا بيكون هو السند بالنسبة للبنت. والمرأة السورية هي فقدت الاخ اللي بيكون مثلا معتقل او بيكون شهيد او بيكون احيانا في فاقد الاطراف او فاقد اشياء كثيرة بالحرب. فنتيجة المرأة فقدانها للزوج والاخ والاب استطاعت رغم هالجراحة الكبيرة ورغم أنه اهتز سندة اللي هي كانت بتعتمد عليه، استطاعت أنه تقف على أجريها واستطاعت أنه تكون صامدة. ورغم أنا بعرف نساء أرامل، طبعا زادت نسبة الأرامل كتير عنا وزادت نسبة النساء الشهداء كتير، بس عم بيستطيعوا رغم كل هالجراح أنه هن يبنوا حالهم ويحققوا احتياجاتهم. هلأ بالنسبة الأطفال السوريين كلهم يعني 3/4 بين متشرد وبين لاجئ وبين انه ما بيقدر يحصل قوت يومه. يعني بنلاحظ كثير مظاهر اللي انا امبارح بنلاحظ كثير اطفال سوريين ما بيقدروا حتى قوت يومهم يحققوها. فما بعرف يعني هلا كيف امورهم ممكن بهالتشرد ممكن يحققوا. السلام عليكم. اعتقلت ب 17/1/2016 وطلعت ب 17/8/2016. دامت فترة اعتقالي 8 شهور تقريبا، وصار لي سنة تقريبا بتركيا. دامت فترة اعتقالي 8 شهور، 2016 بالشهر الأول 17/1 ل 17/8 بنفس السنة. تجربتك بالمعتقل؟ كان في انه بالاول بالافرع الامنيه دائما في تحقيقات وفي تعذيب، وبعدين بينقلونا بقى على سجن الارهاب، هو اسمه سجن عدرا. بيحطونا فيه لحتى يعني نحل على قاضي، بس هو حتى اذا انحلتي على القاضي او لا انه خلص يعني اخذين هن اللي بدهم اياه، يعني اللي بدهم اياه كاتبينه بالاطباره، واللي بدهم اياه بدك توقعي عليه اجباري، وعند القاضي هن اللي بدهم اياه يعني القاضي تابع لهم بالاساس. التعذيب والاعتداءات جنسيه ولا ضرب ولا كهرباء، لحتى في بنات منهم اضطروا يكتبوا تقارير هن بايدهم انه بس مشان يرتاحوا من التعذيب يعني يخلصوا. يعني وفي كثير منهم حتى لحد يعني لليوم لساتهم بالسجن انه بلا محاكمه، الاغلبيه ما لهم محاكمين. في كثير منهم حاليا ميداني عسكري او ميداني بدون محكمه لهلاق لسه، ولا مسموح لهم حتى بزيارات او بشوفة اهاليهم او بالاتصال تليفون لليوم في من. يعني اكيد يوم المرأة العالمي كانت قبل النساء تحتفل فيه، بس هلا ما بتوقع ما في ولا مرة سورية مستعدة تحتفل بهذا اليوم، لانه ما في بيت ما في معتقل او شهيد او مفقود او مهاجر، واغلب البيوت فيها من الكل موجودين، فيها معتقل وفيها شهيد وفيها حدا راح من اطراف ايد او اجر فكل البيوت السوريه منكوبه. ما بعتقد في مره سوريه مستعده تحتفل ابدا بيوم المراه العالمي، او هذا اليوم ما بيعني لنا شيء غير انه عباره عن مثل يوم عيد الام، يوم نكبه بالنسبه لنا للنساء السوريات كلياتنا.
بتوقع انه كل النساء السوريات ما يوم للاحتفال ابدا. والاطفال حتى يعني نحن اولادنا اصلا اولادنا كلها بدها اطباء نفسيه صارت لحتى ترجع شوي تتاقلم مع العالم وتعيش، فما بتوقع حدا فينا يرجع يحتفل بهيك ايام.